بتبدأ أحداث الفيلم مع راجل ومراته وهما بيتخانقوا مع بعض وبيكون صوتهم عالي جدا لدرجة إن بنتهم بتصحى من النوم وبيكون عندها تشنجات، وفجأة البنت دي بتسمع صوت غريب جاي من الغابة وبتجري عليه. وبعد فترة بنشوف أسرة وهم رايحين يعيشوا في منتجع سياحي، والأسرة دي بتتكون من الأب اللي اسمه لويز والأم اللي اسمها بيس وبنتهم الصغيرة اللي اسمها ألما. وبتكون ألما فاقدة النطق وبتستخدم تطبيق على الموبايل بيحول النص لصوت عشان تقدر تتواصل مع ابوها وامها. وبنشوف بنت لويس من مراته التانية اللي اسمها جريتشن، وبتكون جريتشن راكبة في عربية العمال اللي بتنقل العفش. ولما بيوصلوا للمنتجع بيجي صاحب المنتجع اللي اسمه كينج عشان يستقبلهم ويرحب بيهم. واثناء ما جريتشن بتشيل حاجتها عشان تدخلها بتيجي واحدة من سكان المنتجع عشان تسلم عليها، وكينج بيعرف جريتشن عليها وبيقول لها ان الست دي اسمها بونو وهي مديرة المستشفى بتاعة المنتجع. ولما جريتشن بتدخل اوضتها بتحاول تتواصل مع امها في امريكا، لكن امها مش بترد عليها. وجريتشن بتسيب لها رسالة وبتقول لها انها وحشاها جدا وهتحاول ترجع لها قريب. وبنلاحظ ان جريتشن بتحوش فلوس عشان تسيب ابوها وترجع لامها. وبعدين بيدخل عليها ابوها وهو معاه كينج صاحب المنتجع، وكينج بيعرض على جريتشن انها تشتغل موظفة استقبال في الفندق بما انها فاضية وما وراهاش حاجة. وجريتشن بتستغلها فرصة وبتوافق عشان تحوش فلوس وترجع لامها. وفعلا جريتشن بتروح تستلم شغلها، وهناك بتتعرف على زميلتها في الشغل اللي اسمها تريس. وتريس بتبدأ تشرح لجريتشن الشغل وبتفهمها قواعد العمل. وبعدين بنشوف ضابط شرطة اسمه إيريك اللي بيتردد على المكان من وقت للتاني لأنه مرتبط بتريس. وتاني يوم بتكون جريتشن في أوضتها وبتعزف على الجيتار بتاعها، وألما بتكون واقفة في الأوضة وبتحاول تقلدها. لكن فجأة ألما بتسمع صوت غريب جاي من الغابة وبيحصل لها تشنجات فجأة، وجريتشن بتستغرب وبتقرب منها عشان تطمن عليها، لكن ألما بتزقها زقة جامدة. وبيدخل أبوها على صوت الخبطة وبيستغرب الحالة اللي ألما فيها. وبعدين جريتشن بتروح الفندق عشان تستلم الشغل من تريس، وبنعرف إن جريتشن هتشتغل في وردية الليل. وبعد شوية بتدخل عليها واحدة اسمها إد عشان تحجز أوضة في الفندق، لكن أثناء ما جريتشن بتحجز لها الأوضة بيشوفوا واحدة من نزلاء المنتجع وهي بتشرب مشروب بطريقة غريبة قوي، وبيكون لبسها وتصرفاتها مش طبيعية خالص. وجريتشن بتحاول تتأكد إنها كويسة، لكن تليفون الشغل بيرن وبيكون كينج هو اللي بيتصل وبيقول لجريتشن ان ورديتي خلصت واقفلي الفندق واستنيني انا هاجي اوصلك بالعربيه. وجريتشن بتقوله لا ما تتعبش نفسك، انا معايا العجله بتاعتي وهروح بيها. وفعلا جريتشن بتقفل الفندق وبتركب عجلتها عشان تروح، لكن وهي في الطريق بتتفاجئ بواحده ست شكلها غريب قوي وبتجري وراها وبتحاول تمسكها. وجريتشن بتهرب منها بسرعه وبتجري على المستشفى وبتخبط على الباب عشان حد يفتح لها، لكن من شده التوتر راسها بتخبط في الازاز وبتتعور. ولما الست الغريبة دي بتقرب منها جريتشن بتطلع السكين عشان تدافع عن نفسها، لكن البوليس بيوصل للمكان والست دي بتطلع تجري وبتختفي خالص. وفي نفس اللحظة الممرضة بتفتح الباب، ولما بتشوف جريتشن بتدخلها عشان تعالجها في المستشفى. وجريتشن بتحكي للضابط إيريك على كل حاجة، لكن الضابط إيريك بيتعامل مع كلامها بمنتهى اللامبالاة وبيقول لها ده أكيد حد كان بيحاول يعمل مقلب فيكي. وفي الوقت ده جريتشن بتلمح أبوها ومراته معاهم ألما في المستشفى، وجريتشن بتروح لأبوها لكن بتتفاجئ ان ابوها جاي للمستشفى عشان ألما جات لها تشنجات تاني. وجريتشن بتزعل جدا لما بتلاحظ ان ابوها مش مهتم باللي حصل لها وكل تركيزه مع ألما فقط. وبعدين الدكتورة بونو بتخرج تقول للويز ان ألما عندها صرع شديد، وان الصرع ده نتيجة تعرضها لعنف شديد قوي. وبتسأل لويز هو حد عمل لها حاجة، لكن لويز بيبص لجريتشن وهو معتقد ان جريتشن هي اللي عملت كده في ألما، لكنه مش بيقول للدكتورة حاجة. وتاني يوم جريتشن بتروح الشغل، لكن بنلاحظ انها بتسرق كل الفلوس اللي في الدرج عشان تهرب وترجع لامها. وبيدخل عليها واحد اسمه المحقق هنري وبيقول لها انه عايز يقابلها بعد الشغل عشان يتكلم معاها بخصوص الحادثه بتاعت امبارح. وبعدين بتيجي اد عشان تسلم الاوضه وتخلي الفندق. وجريتشن بتستغل ان اد خارجه من المنتجع وبتركب معاها العربيه بتاعتها، وهم في العربيه اد بتخلي جريتشن تشرب من المخدرات بتاعتها. واد بتحكي لجريتشن عن الست الغريبه اللي شافوها بتشرب بطريقه غريبه امبارح، وانها مشيت وراها لغايه ما شافتها داخله بيت شكله حلو قوي. وجريتشن بتقول لها ان البيت ده اسمه عش الحب، لكن فجأة الست الغريبة دي بتظهر قدام العربية وإد بتحاول تتفاداها، لكن العربية بتتقلب بيهم. وجريتشن بتفوق بتلقى الست الغريبة دي بتحاول تمسكها، وبعدين بتفوق تاني بتلقى نفسها في المستشفى وبتلقى كينج موجود معاها في الأوضة. وكينج بيقول لها انت من بكرة هتسيب المنتجع خالص. وجريتشن بتستغرب من الطريقة اللي كينج بيكلمها بيها. ولما لويس بيدخل عليهم كينج بيمثل ان جريتشن اعتذرت له على الفلوس اللي سرقتها
من الدرج. وبعد ما كينج بيمشي ابوها بيلم حاجته هو كمان عشان يمشي، وجريتشن بتقول له خليك معايا انا خايفه احسن الست دي تجيلي تاني. فابوها بيتعصب عليها وبيقول لها بطلي اوهام بقى، وبيقول لها انهم لقوا مخدرات معاها في العربيه، وبيتعصب عليها عشان هي خلت شكله وحش قوي قدام كينج بعد ما سرقت الفلوس بتاعته. وبعد ما ابوها بيمشي بيدخل عليها المحقق هنري وبيقول لها ان هو اللي انقذها وجابها المستشفى، وانه شاف الست الغريبه اللي كانت بتحاول تمسكها، لكن هو ما جابش سيره لحد لان المخدرات اللي هي شربتها هتضعف موقفها في القضيه. وبيقول لها انه عايز يعرف منها كل حاجه عشان يقدر يساعدها. وفعلا جريتشن بتروح مع المحقق هنري لبيته، والمحقق هنري بيحكي لها ان كان فيه 2 ازواج مأجرين البيت اللي اسمه عش الحب، لكن الزوج اغمى عليه فجأة، ولما فاق لقى زوجته هي كمان مغمى عليها وفي ست شعرها اصفر قاعدة جنبها، والست دي هربت من الزوج ودخلت الغابة. ولما الزوج رجع البيت لقى زوجته مش عارفة تتنفس وماتت مخنوقة. وجريتشن هي كمان بتحكي له عن الست الغريبة اللي شافتها في الفندق، اللي اد مشيت وراها وشافتها داخلة بيت عش الحب. فهنري بيجيب منظاره وبيقعد يراقب البيت اللي اسمه عش الحب، لكن جريتشن بتنام من التعب. واثناء ما هنري بيراقب بيت عش الحب بيشوف تريس موظفة الاستقبال جوه البيت، وبتكون مستنية حبيبها اللي اسمه إيريك. وإيريك بيكون متضايق جدا لأن تريس أجرت البيت ده من غير ما كينج يعرف، وبيبدأ يرجع كل حاجة مكانها عشان يسيب البيت بسرعة، لكنه بيسمع صوت صرخة عالية أوي بيفقد الوعي. وهنري لما بيلاحظ إن في حاجة غريبة بتحصل بيروح يقرب من البيت، فبيلقى إيريك واقع على الأرض والست الغامضة دي جنب تريس اللي فاقدة الوعي. وجريتشن لما بتصحى من النوم ومش بتلقى هنري جنبها بتروح تبص عليه في بيت عش الحب، وبتدخل على الست الغامضة دي وهي بتصرخ لما بتشوف جريتشن، وبعدين بتنط من الشباك وهنري بيجري وراها، لكنها بتدخل الغابة وهنري ما بيلحقهاش، وبيرجع بسرعة وبيحاول ينقذ تريس اللي بيكون فاقدة الوعي ومش قادرة تتنفس. وتاني يوم جريتشن بترجع البيت بتلقى كينج موجود عندهم في البيت، وجريتشن بتبدأ تسأله عن الحاجات الغريبة اللي بتحصل في المنتجع وبيت عش الحب والست الغريبة اللي شافتها في المنتجع، وبتسأله ليه الفندق بيقفل الساعة 10 بالتحديد. لكن ابوها بيتضايق من الطريقة اللي هي بتكلم بيها كينج، فكينج بيقول للويز انه مش زعلان منها، وبيقول لجريتشن ان جالها طرد وهو جابه لها بنفسه. وجريتشن بتلقى الطرد ده في كل حاجتها اللي كانت في بيت امها، وبتعرف من ابوها ان امها ماتت بقالها فترة وابوها كان مخبي عليها، وبيقول لها كمان انه باع بيت امها وحط الفلوس في حسابها في البنك. وجريتشن بتزعل جدا وبتضرب ابوها على وشه وبتاخد الطرد وبتدخل اوضتها، وبتلقى في الصندوق ده جهاز الانسر ماشين، ولما بتشغله بتلقى كل الرسائل المتسجلة اللي جريتشن كانت بتبعتها لامها، وبتتفاجئ ان ألما اختها بعتها هي كمان رسالة لام جريتشن، وبتطلب منها ترد على رسائل جريتشن لان جريتشن مفتقداها جدا. ولما جريتشن بتخرج من اوضتها بتلقى مفيش حد موجود في البيت غير كينج، وكينج بيقول لها ان ألما جات لها نوبة الصرع لما شافتها بتضرب ابوها، وانهم خدوها بسرعة عشان يودوها للمستشفى. وكينج بيقترح على جريتشن انها تكتب لابوها رسالة وداع وتسيب له البيت لان عيشتهم مع بعض بقت مستحيلة، وبيعرض عليها انه ياخدها البيت ويديها فلوس عشان تخرج من المنتجع. وهم في الطريق جريتشن بتلمح صورة طائر غريب في عربية كينج، وكينج بيقول لها ان الطائر ده اسمه طائر الوقواق، وان من صفات الطائر ده انه مش بيبني عش لنفسه خالص، وانه بيبيض في اعشاش الطيور الاخرى بعد ما بيتخلص من البيض اللي فيه، وبيسيب الطيور التانية هي اللي تاكل له ولاده وتربيهم، والطيور التانية بتكون معتقدة انهم بيربوا طيورهم هم مش طيور طائر الوقواق، لغاية ما الطيور دي بتكبر وبتقدر ترجع لامها الحقيقية. وبعدين جريتشن بتدخل بيت كينج فبتلقى الضابط إيريك قابض على المحقق هنري، وكينج بيقول لها ان هنري اترفد من شغله من فترة طويلة، وانه مقبوض عليه بتهمة دخول المنتجع بسلاح غير مرخص. وبنعرف من كلام كينج ان القصة اللي هنري حكاها لجريتشن عن الزوجين اللي كانوا في عش الحب كانت قصة هنري ذات نفسه. وبعدين كينج بيدخل جريتشن اوضة وفجأة بيرشها بمادة مخدرة وبيحبسها في الاوضة دي، ولما جريتشن بتفوق كينج بيقول لها انه مش هيسمح لها تسيب المنتجع بعد كل الحاجات اللي شافتها هنا، وبيكون مراقبها من كاميرات المراقبة. وبنعرف ان إيريك ضابط فاسد وبيساعد كينج، وفجأة بتظهر بنت من الغابة وبتكون نفس البنت اللي اختفت في اول الفيلم، وبنلاحظ ان صوت صراخها بيأثر على جريتشن وبيتحكم فيها، وفجأة البنت دي بتظهر من ورا جريتشن وبتضربها على دماغها وجريتشن بتفقد الوعي، وكينج بينزل تحت لجريتشن وبيستعد عشان يقتلها، لكن بيسمع صوت ضرب نار وبيقول للمساعد بتاعه روح شوف ايه اللي بيحصل. وفجأة بيظهر هنري وهو معاه السلاح بتاع إيريك، وكينج بيعرف انه قتل إيريك، وهنري بيضرب نار على كينج هو كمان، والبنت دي بتخاف من هنري وهنري بيقرب منها وبيقتلها. وبتكون ألما في المستشفى والدكتورة بونو هي اللي بتشرف على علاجها، لكن فجأة ألما بتبدأ تدوخ ولويز مش عارف ايه اللي بيحصل لها، وبتيجي الدكتورة بونو بتديها علاج وبتطمنها انها هتبقى كويسة.
كويسة. وبعدين جريتشن بتفوق وبتلقى هنري قاعد معاها، وهنري بيوريها مفتاح بيت من بيوت المنتجع، وبيكون المفتاح مرسوم عليه صورة طائر الوقواق. وهنري بيبدأ يكلمها عن الطائر ده، وانه بيحط البيض بتاعه في اعشاش الطيور الاخرى بعد ما بيتخلص من بيضهم، وبيخلي الطيور التانية هي اللي تربي له اولاده وتطعمهم لغاية ما بيكبروا بيقدروا يعرفوا مكان امهم الحقيقية عن طريق الصوت. ولما هنري وجريتشن بيدخلوا المستشفى بيتفاجئوا ان المستشفى فاضية وما فيهاش حد، لكنهم بيسمعوا صوت الدكتورة بونو في مكبرات الصوت. وبتكون الدكتورة بونو بتسجل حالة ألما، وبتكون المفاجأة ان الدكتورة بونو شريك الكينج في التجارب اللي بيعملها، وانهم بيعملوا تجارب على الناس زي حياة طائر الوقواق بالظبط، وان كينج بيقدر يسيطر على اي ست بتنزل في المنتجع عن طريق صرخات الست المجهولة، وبعدين بيقدر يزرع فيهم بويضات فيها جينات طائر الوقواق، وبيخليها هي اللي تحمل في الطفل وتربيه بدل امه الحقيقية. وبعدين الطفل بيرجع للست المجهولة عن طريق الصرخات زي حياة طائر الوقواق بالظبط. وفجأة كينج بيدخل على الدكتورة بونو في المستشفى، وبنعرف انه ما ماتش لان الطلقة جت في كتفه. وفجأة كينج بيقتل الدكتورة بونو والممرضة اللي معاها عشان مش عايز يسيب اي دليل وراه. وجريتشن مصدومة من كل اللي هي شايفاه وعايزة تروح تنقذ ألما، لكن هنري بيمسكها وبيقول لها ان ألما مش اختها اصلا. وبيكون هنري عايز يقتل ألما عشان ينتقم من كينج، لكن جريتشن بتطعن هنري بالسكين وبتجري على ألما عشان تخرجها من المستشفى. لكن فجأة ألما بتسمع الصرخات والست المجهولة بتدخل المستشفى، وجريتشن بتحط سماعات على ودنها عشان ما تتأثرش من الصوت، وبتهدد الست المجهولة انها هتقتل ألما لو ما بعدتش. وفعلا الست المجهولة بتتراجع، وجريتشن بتطلب من ألما انها تسد ودنها عشان ما تسمعش الصوت، لكن ألما بتخاف لما بتلقى سكينة في ايد جريتشن وبتزقها وبتطلع تجري في المستشفى. وألما بتستخبى في المخزن بتاع المستشفى، وجريتشن بتروح وراها بسرعة، لكن لما جريتشن بتحس بالست المجهولة دخلت وراهم المخزن بتبدأ تدور على ألما بشويش، لكن هنري بيدخل وراهم المخزن وبيوقع الرفوف كلها. وألما بتخرج بره المخزن وهنري بيجي يضرب عليها نار، لكن كينج بيضرب عليه نار هو كمان. وألما بتستخبى منهم وهي خايفة جدا، وبتكون الست المجهولة في المخزن بتدور على جريتشن، لكن جريتشن بتقدر انها تطعنها بالسكين وتموتها. ولما جريتشن بتقرب منها بتكتشف انها لابسة باروكة، ولما جريتشن بتركز في ملامحها كويس بتكتشف انها امها، وان كينج حولها لمخلوق يشبه طائر الوقواق في صفاته لكنه مش انسان. وجريتشن بترمي الباروكة لكينج وبتقوله ان دلوقتي امي ماتت فعلا، لكن بيكون كينج وهنري مشغولين في محاولة قتلهم لبعض. فجريتشن بتكلم ألما بلغة الإشارة وبتقول لها انها سمعت رسالتها لأمها، وألما بتطمن لجريتشن وبتروح تحضنها. وجريتشن بتشيل ألما وبتخرج بيها، وألما بتطلب من جريتشن انها تسد ودانها، وبتصرخ صرخات مزعجة جدا زي بتاعت الست المجهولة. والصرخات دي بتشوش على كينج وهنري لغاية ما جريتشن وألما بيخرجوا من المستشفى، وبيسمعوا صوت تبادل إطلاق النار وبيعرفوا ان كينج وهنري قتلوا بعض. وجريتشن بتشوف إد بره المستشفى بعد ما اتعالجت من آثار الحادثة، وجريتشن بتاخد ألما وبيركبوا مع إد وبيخرجوا من المنتجع وبيخلص الفيلم. لو عجبكم الفيلم ما تنسوش تشتركوا في القناة وتدوسوا لايك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.